السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوارات قانونية جديدة. هذا أنا أحدثكم المحامي وجدان حسين المعموري. وهل يملك رئيس مجلس الوزراء العراقي سلطة معاقبة الوزراء؟ وفي هذا المجال لا أضيف جديدا إذا قلت أن المادة أولا الفقرة ثانيا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل قالت تسري أحكام هذا القانون على الموظفين، ويقصد بالموظف كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخله في الملاك الخاص بالوظيفة العامة، ويعد الوزراء ومن هم بدرجتهم خاضعين لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية والمالية. ولا تعطي هذه الفقرة حقا فعليا بمعاقبة الوزراء انضباطيا من قبل رئيس مجلس الوزراء، لأن الوزير منصب دستوري سياسي حسب ما جاء في المادة 76 وما بعدها من الدستور، حيث يخضع لمبدأ المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب، ولا يخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء الإدارية بالمعنى الوظيفي التقليدي. أي نص قانوني أدنى من الدستور كقانون انضباط موظفي الدولة لا يجوز تفسيره بما يعطل النص الدستوري على الإطلاق. فالعقوبات الواردة في المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل تقوم على أساس التدرج الوظيفي والسلطة الرئاسية، وهو ما لم يتحقق بالعلاقة بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء أن يعاقب الوزير عقوبة انضباطية بالمعنى الفني، لكن توجد هناك إجراءات سياسية وإدارية خاصة أهمها طلب الإعفاء أو اقتراح الإقالة، والقرار النهائي في هذا المضمار لمجلس النواب حسب المادة 61 ثامنا من الدستور، والإحالة إلى الجهات الرقابية أو القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء المختص كما قلت. وأن موقف القضاء الاتحادي والفقه الإداري قد استقر على أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لا ينشئ سلطة عقابية انضباطية لرئيس مجلس الوزراء، وإنما يقرر خضوع الوزراء للمساءلة القانونية بوسائل أخرى تتفق مع طبيعتهم الدستورية وبموجب النص الدستوري. شكرا جزيلا.